الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن حال. نهاركم ابيض وزي الفل ومعطر بذكر الله ورسوله عليه افضل الصلاه والسلام. قبل ما ابدا الفيديو بشكر كل حبايبي اللي دخلوا عندي، بشكرهم جدا. يا رب اكون عند حسن ظنكم، يا رب دايما تفضلوا مفرحيني كده في ظهري وسندي. وبجد انا فرحت قوي لما لقيت حبايبي دخلوا عندي، ناس جداد. طبعا ما بقيتوش جداد، انتوا من عيلتي واهلي واخواتي وولادي، ويا رب اكون عند حسن ظنكم. يلا نسمي بالله ونخش على الفيديو نشوف هنعمل ايه النهارده. انا النهارده ان شاء الله هشوي فرخه. معايا التوابل بتاعتها هقول لكم عليها: فلفل اسود، توم باودر، ده ملح جوز الطيب، توم باودر، شويه قرفه صغيرين، ملح بس مش حاطه ملح كتير عشان حاطه في ميه البصله، كبيبه صيني، زعتر. مادام شوي يبقى كبيبه صيني، يعني اي حاجه في الشوي بنستخدم لها كبيبه صيني. معايا تبس رمان، لو مفيش تبس رمان يبقى معلقه عسل ابيض او اسود او سكر، مع نص ليمونه، مع ميه عصير بصل، ميه عصير قوطه، معلش اسفه، مع ميه عصير بصل. يعني انا ضربت البصل في الكبه وحطيته في مصفى وعصرتها، عشان الحاجات اللي بتبقى عليه البصل والقوطه بتحرق الحاجه في الفرن. ومعلقه زبادي ونص ليمونه. معايا الفرخه بتاعتي مغسوله حلوه قوي ومتصفيه من الميه. همسكها بقى اعمل ايه؟ اشرط كده ناحيه الصدر، هعمل فتحات كده وبرده في الورك. حطيتها بقى في العلبه اللي انا هسيبها منقوعه فيها، وفي الفتحات بقى اللي انا فتحتها دي كده، في الفتحات اللي انا فتحتها بتاعت الفرخ، واتبل كده طبعا، وتحت الجلد كله كده اهو، اشبعها بالتتبيله خالص. بص الفرخه غسلاها زي الفل. الفتحات اهم حاجه كده عشان تتبل. هسيبها بقى ايه ساعتين، لو عايزه تبيتيها ليله كامله يكون احسن. يعني انا هسيبها مثلا ايه طول النهار، هعملها بالليل ان شاء الله. اغطيها بقى واحطها في التلاجة بالتتبيله بتاعتها الحلوه الجميله دي، وبعد كده ان شاء الله هرجع لكم وانا بشوي. ريحتها مش قادره اقول لكم ريحتها حلوه ازاي، ريحتها فظيعه. اعملوا التتبيله دي حلوه قوي اهو. هسيبها بقى في التتبيله واغطيها واحطها في التلاجة. بقى زياده هخليهم وهي في الفرن، هروح ايه بالفرشه كده واعمل عليها عشان تبقى طريه. جبت الفرخه من التلاجة اهو، قعدتها يجي 3-4 ساعات في التتبيله. هدهن الشبكه بتاعتي بالزيت عشان الفرخه ما تلزقش كده، وحطيتها على صينيه عشان انا هحطها في الفرن الغاز. هحطها تحت الشوايه مش في الفرن نفسه، يعني هولع عليها الشوايه. حطيتها اهي على السيخ وقفلته ليه كده قفله بيتقفل، وهحطها تحت الشوايه، وخليت تحتها صينيه عشان ما تبهدليش الفرن. فراخ تقلبيها بقى كل شويه كده، يعني تشوفي الجنب اللي احمر فين، الجنب اللي لسه ما احمرش كده. انا عندي الخلطه بتاعتي اللي هي دي هحط منها عليها، هدهن كده عليها مش مهم افتحها وهي مقفوله كده. حبايبي الفراخ خلصت اهي، هحط لها بقى حته فحم كده وهي في قلب الفرن عشان تبقى شوي بحقيقي كده، وهقفل عليها الفرن. مدخله الفرن بقى واقفل عليها. الميه غليت، غسلت الرز اهو هسقطه. اول ما يتشرب هوطي عليه.
سقلت الرز كده على عين الواطيه ووطيت عليه شويه رز بقى. حكايه عايزه اوريكم بقى الفلفله والجمال. حبايبي خلصت، عملت طبعا شويه رز مفلفل عسل اهو، وعايزه اوريكم السوا كمان بتاعها. بسم الله الرحمن الرحيم. حاجه كده بصوا السوا بتاعها عامل ازاي. بصوا حاجه قشطه فله. وده الصدر بصوا دايب دوبان. جربوا الفراخ بالطريقه دي هتعجبكم قوي، وما تعبتنيش في سواها ولا في تتبيلتها ولا في اي حاجه. يا رب الفيديوهات بتاعتي تكون بتعجبكم، واتمنى الاشتراك واللايك، واتمنى تتابعوني دايما وكومنت حلو زيكم، واشوفكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.